لو حضرتك من الناس اللي بتشوف الحياة إما أبيض أو إما أسود، لو بتفكر في أي موضوع إنه يا إما كذا يا إما العكس، فحضرتك أكيد بتعاني في الحياة. تابعني للآخر وإن شاء الله هتستفيد. أنا طارق أمين، لايف كوتش العلاقات، وإنت بتتابع برنامج ليه علاقاتي بتفشل. من الأسباب الأساسية لفشل العلاقات هي طريقة التفكير اللي بتشتغل في عقلنا، الطريقة اللي ما بنبقاش واعيين بيها ولا واخدين بالنا منها وما بنبقيش مدينها أي اهتمام. طريقة التفكير دي بتبقى جوانا، وهي اللي بتبقى مسؤولة عن التصرفات اللي بنعملها والكلمات اللي بنقولها. النهاردة هنتكلم على طريقة تفكير الأبيض والأسود، أو طريقة يا إما يا إما. الطريقة دي بتخلينا نبقى متصادميين من غير ما نعرف ليه، وبتخلينا نخسر ناس كتير جدا من اللي احنا بنحبهم، ونرجع نزعل ونعاني إننا خسرناهم. نيتنا بتبقى حلوة جدا من الطريقة دي، بتبقى فكرتنا إن احنا عايزين نحمي أحبابنا من الخطر اللي هم بيشوفوه، ولأن الطريقة دي شغالة في الباك اوف اور مايندز، فبتخلينا نشوف الحياة على نقيضين اتنين فقط لا غير، يا إما أبيض يا إما أسود، يا إما حاجة يا إما العكس. ما بنشوفش كل الحلول اللي بتبقى موجودة في النص، وده بيخلينا نبقى متصادمين، لأن الحاجة لو ما كانتش صح فهي هتبقى غلط. طيب هنسأل طبعا سؤال، ازاي، او انا بتسأل سؤال كتير، ازاي طريقة التفكير دي او طريقة تفكير جوايا هي اللي تبقى مسؤولة عن فشل العلاقات بتاعتي بره؟ يعني ازاي الطريقة اللي انا ابقى بفكر فيها جوه دماغي تبقى هي المسؤولة عن الفشل اللي بيحصل لي في العلاقات، وده شيء بيحصل بره دماغي. هنرد ونقول ان الطريقة اللي بنفكر فيها بتبقى مسؤولة كتير جدا عن الانطباعات او عن المشاعر اللي بتبقى جوايا، وبالتالي عن التصرفات اللي بتطلع برايا. يعني انا لما بفكر بطريقه معينه، الافكار، علم النفس بيقول ان الافكار بتتحول لمشاعر، والمشاعر بتتحول بعد كده لتصرفات. تصرفات في صوره behaviors، كلمات، في صوره افعال انا بعملها، في صوره body language انا بقدمها. المهم ان في الاخر الافكار اللي جوه دماغي دي بتتحول لمشاعر جوايا، وهذه المشاعر اللي جوايا بتطلع برايا في صوره تصرفات. الطريقة اللي أنا بستخدمها في التفكير، أو طريقة الأبيض والأسود تحديدا، زي ما اتفقنا هي بتبقى عاملة زي كده أكني بشوف العالم على شاشة تلفزيون أبيض وأسود. وأنا طبعا لما بتفرج على شاشة تلفزيون أبيض وأسود أنا بفقد كل الألوان اللي بتبقى موجودة أو اللي أنا ممكن أبقى شايفها، لأن التلفزيون ده ما بيعرضليش غير حاجتين اتنين بس، يا إما أبيض يا إما أسود. الالوان في المثل التشبيهي اللي احنا بنقولناه هو بيبقى كل الحلول اللي ممكن نوصل اليها واللي ممكن بمرونه نبقى شايفينها لما ما بنبقاش بنستخدم الطريقه دي. طبعا الطريقه دي لما بنستخدمها في التفكير بتحجب عننا كل الالوان دي، وبتخلي العالم يبقى عباره عن ابيض او اسود فقط، وده بيخلينا بنفقد المرونه بتاعتنا في التصرف، ما بنشوفش غير حلين اتنين بس. ده بيخلي عندنا جمود في الفكر، وبيخلينا نبقى كتير جدا متصادمين مع الناس اللي حوالينا، واللي طبعا بيبقوا غالبا يعني اقاربنا او احبابنا او اصحابنا او زمايلنا في الشغل، واللي بنفقد بسبب التصادم ده مشاعر كتير جدا او ناس كتير جدا لانهم بيزعلوا مننا. طيب اعرف منين ان انا بفكر بالطريقه دي، او ان الطريقه دي موجوده في عقلي الباطن او العقل اللاواعي؟ لو لقيت نفسي بقول جمل زي ملهاش غير معنى واحد، هو الموضوع اصله ملوش غير حلين، والحلين اللي انا بقولهم بيكونوا عكس بعض، اصل الحكايه يا اما كده يا اما العكس، اصل انت يا اما بتحبني يا اما ما بتحبنيش، اصل انت يا اما صادق يا اما كاذب. المهم لو لقيت نفسي بستخدم يا اما بستخدم الطريقه دي، او بقول لنفسي الكلمات دي كتير، فانا غالبا عندي الطريقه دي شغاله في الباك اوف ماي مايند، او شغاله في العقل اللاواعي بتاعي، واللي بيها بستقبل الاحداث، واللي بيها ببتدي اشوف الامور، ويبتدي بعد كده ابين او ابتدي اتفاعل مع الاخر حسب طريقه التفكير دي. طريقه التفكير دي كمان بتخلي الواحد يبقى مصاب بداء السعي الى الكمال، او بيحاول ان هو يبقى بيعمل كل حاجه بيرفكت وعلى احسن ما يكون و100%، والا تبقى زيرو وتبقى ما تستاهلش. هنتكلم ان شاء الله في حلقه تانية عن فيديو السعي للكمال وطريقه التفكير دي وعلاقتها بالداء ده. طيب لو انا دلوقتي عرفت ان انا عندي الطريقه بتاعه الابيض والاسود، وزي ما كنا شفنا في اول الفيديو احنا عرفنا كلمات معينه هنبقى بنرددها او حاجات معينه بنقولها لنفسنا، فلو لقينا ان احنا عملنا الكلام ده كتير او بنقوله لنفسنا كتير او بنفكر بالطريقه دي كتير، فاحنا عندنا الطريقه بتاعه التفكير بالابيض والاسود. نعمل ايه بقى علشان نبتدي نقدر نعالج الطريقه دي؟
اول حاجه لازم نبقى عارفين ان احنا محتاجين نستعين بمتخصص، لان المتخصصين ومفيش اكتر من الاخصائيين النفسيين عندنا، المتخصص بيبقى دارس كويس جدا طرق التفكير وعارف ايه مزاياها وايه عيوبها وازاي يقدر يدربنا على طرق تفكير مختلفه، ويقدر يساعدنا امتى نستخدم الطريقه بتاعه الابيض والاسود، لان هي ليها مزايا اكيد زي الحسم وزي انها بتساعدنا في اتخاذ القرار، وامتى هتبقى الطريقه دي مضره لينا لو جينا في حته العلاقات لانها مش بتساعدنا على تفهم الاخر بشكل كويس. فيبقى نمره واحد ان احنا لازم يبقى حاطين في بالنا ان احنا هنستعين بمتخصص. طيب نمره 2 ان احنا محتاجين نبتدي نشوف احنا دلوقتي عندنا اكستريم يمين واكستريم شمال، عندنا حاجه متطرفه ناحيه ال100% وحاجه متطرفه ناحيه الزيرو، فاحنا محتاجين نبتدي ناخد الحلول اللي في النص، نبتدي نفكر لو الموضوع مش 100% كده انا ممكن اقلله ازاي. لو انا شخص لطيف شخص نايس، ايه اللي ممكن يخليني اكستريملي نايس؟ ايه اللي يخليني ممكن ابقى نايس بس وبنفس الوقت محافظ على حدودي؟ بنبتدي نعمل تكنيك ال 100%، 90%، 70%، 60%، نبتدي نشوف الحلول بتاعتنا ازاي نقدر ندرجها على الكوانتينوم. نمرة 3 ان احنا محتاجين نبتدي نفك الكلبشة اللي احنا عاملينها في دماغنا، زي مثلا ملهاش غير معنى واحد. المعنى الواحد او الوان مينينج داتابيز او الماتريكس اللي ما فيهاش غير معنى واحد، او منظومه معانينا اللي هي بتعتمد ان كذا يساوي كذا فقط لا غير، دي بتخلي دماغنا متكلبشه شويه. احنا محتاجين نبتدي نبراكتس او نتدرب، طبعا مع متخصص يبقى افضل، ولكن حتى مع نفسنا لغايه ما نبتدي نلجا للمتخصص، ان التصرف ده ممكن يبقى ليه معاني كتير. ازاي ان الاخرين المختلفين بيبقى نفس التصرف ليه عندهم في المنظومه بتاعه تفكيرهم معاني مختلفه كتير جدا. ده ممكن يجي بالكلام العادي بيني وبين الناس، بيني وبين الناس يا جماعه الموقف ده التصرف ده بالنسبه لكم ايه؟ ما احطش معنيه انا بس، افهم معاني الاخر اللي قدامي، معنى الكلمه اللي بيقولها الشخص اللي بيتصرف قدامي، لان ممكن يبقى الكلمه دي ليها معنى عنده غير المعنى اللي عندي انا خالص. وبالتالي لو عديت معنيه فانا هبتدي ممكن اعلى في المشاعر، ابتدي اتضايق جدا، ابتدي اتنرفز، ابتدي اصطدم او اصطدم بالشخص اللي معايا. التصادم احنا عارفين نتيجته بيخسرنا حاجات كتيره جدا. فيبقى دي 3 حلول كده سريعه نحاول ان احنا نعملها، منهم حلين قبل ما نلجا للمتخصص. لجوءنا للمتخصص هيساعدنا ان هو يسرع لنا السايكل ويخلينا ان احنا قادرين نوصل بسرعه للحلول اللي احنا عايزين نعملها، ويبتدي يساعدنا انه يفتح افاق دماغنا او افاق طريقه التفكير اللي احنا بنفكر بيها، انها تشوف معاني تانية اكبر بكتير من اللي احنا قلنا عليه بيتعرض على التلفزيون الابيض والاسود، ومن مجرد طرفين واللي في النص بنبقى بنهمله. لو عجبكم الفيديو يا ريت ما تنسوناش باللايك والشير، وتعملوا سبسكرايب في القناه، وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكم كل اللي احنا هنعمله لكم وكل اللي احنا هنقدمه بشكل مباشر.